او فليكسبل مانجمنت ستايل، اللي هو بيتكيف مع السيتويشنز اللي موجوده، يبدا ياخد ديسيشن فجاه هو مش ماشي بنفس الترند اللي عمله نوكيا. هو خلاص هو كان شايف انا مش عايز ابص على حاجه تانية، انا مش فليكسبل، مش عايز ابص على الاندرويد، انا شايف الاندرويد ده مش هياد فاليو للبيزنس اللي انا فيه، لغايه ما حصل له ايه؟ وقع. من السكيلز اللي مهمه في البيزنس، هو في بعض الاسئله اللي بتتسالها في الانترفيوز في بعض البوزيشنز بيقيس انت تيم بلاير. تمام يا استاذ معتز ولا ايه؟ ايه تمام ايه؟ يعني خلاص كده اديني، لا لسه احنا بادئين متاخر. اوكي 10 minutes. اوكي شكرا. نيجوشيشن سكيلز مش كاتبها بس ممكن. طيب بيقيس، هو مش بيقيس التكنيكاليتي بتاعتك، هو بيقيس ان انت تيم بلاير ولا لا. هو عايز حد تيم بلاير، مش بيدخل يشتغل لوحده. هو ده انا حاطط وشي في الجهاز وانا ماليش دعوه بالتيم اللي حواليا. هو عايز حد تيم بلاير ليه؟ علشان في معلومه في الديبارتمنت تاني انت محتاج تجيبها عشان تشتغل فيها في البلاننج على سبيل المثال. يعني من الحاجات اللي مهمه جدا الكولابوريشن في خصوصا، يعني بتكلم بما ان راجل اف بي ان اي، مهم جدا ان انا بتعامل مع كل الاقسام. بشتغل من اول بتوع السيلز والماركتنج لكل الديبارتمنتس بتاعه المحاسبه، لازم يبقى في كولابوريشن بينكم. انت بقى لو بتروح تدي للناس الفايلز عشان تملاها لك وخلاص، صدقني مش هتعمل بادجت في سنتك. لازم يبقى في كولابوريشن. وكان في بدايه الكارير كنت انا في ديبارتمنت اف بي ان اي، وعندي كل مديرين الاقسام كانوا كبار في السن، وده كان صعب جدا بالنسبه لي، صعب جدا لان انا كنت لسه واخد بارت 1 وصغير وهم اكبر مني بسنين. هاخد منهم الانبوتس بتاعتهم ازاي؟ مش اشطر واحد هو اللي بيعمل الشغل تكنيكال، ودي الجمله اللي قالها لي السي اف او يومها. قال لي انا ممكن ابعت ميل حالا لكل الديبارتمنتس يبعتوا لك اللي انت عايزه، بس مش هو ده اللي انا عايزه. هو قال لي كده صراحه، قال لي مش الشطاره ان انت تبقى واخد سي 100، وقالها لي كده بالظبط. قال لي شطاره ان انت تفهمهم انت عايز ايه، ويفهموا الامبورتنس بتاعت الحاجه بتاعتهم علشان يدوها لك وهم مبسوطين، او يدوا لك الحاجه. انا ممكن ابعت ايميل سوري يعني وكله زي ان 1 اور كله هيبعت لك، بس انا كده ما بقتش نميت حاجه عندك. انا استفدت فعلا في الوقت ده، استفدت جدا من السي اف او ده. انا ايام ما كنت